كم مجدا سطرنا على صفحاته. السلام عليكم. نتحدث اليوم عن زعيم وطني مناضل ورمز من رموز وطننا الحبيبة إريتريا. أفنى حياته مناضلا ومكافحا عن حرية الشعب الإريتري، لم يتغير أو يبدل في مبادئه التي تربى عليها في حب إريتريا. عاش يناضل من أجل الاستقلال الإريتري وتوفي قبل الاستقلال ببضعة سنين. تاريخه كان وما يزال جزءا لا يتجزأ من التاريخ الأمة الإريترية المناضلة، فمن واجبنا أن ندرس تاريخه وندرسه للأجيال القادمة. من نتحدث عنه هو الزعيم الوطني الشيخ إبراهيم سلطان علي، والذي هو من مواليد مدينة كرن من عام 1909. وأول ما بدأ العلم كان حفظ القرآن على يد شيخه الشيخ خليفة، ثم دخل بعدها إلى المدرسة الإيطالية ليكمل تعليمه. يعتبر الشيخ إبراهيم سلطان من مؤسسين جمعية حب الوطن، وعندما تم تأسيس الرابطة الإسلامية الإريترية كان هو أول سكرتير لها، وكان ذلك عام 1946. وأيضا كان الشيخ إبراهيم سلطان من مؤسسي الكتلة الاستقلالية، كما أنه اشترك في تأسيس الجبهة الديمقراطية الإريترية، وأيضا انتخب كنائب في البرلمان، وكان زعيم المعارضة فيه. لكن مع التضييق عليه اضطر لمغادرة إريتريا وذهب إلى السودان، ثم منها إلى مصر، حيث استقر بالقاهرة التي كان فيه نعيه ووفاته. لكن بعد نضال وتضحيات دامت أكثر من 46 عاما، نضال كان ضد الاحتلال البريطاني ومن بعده الأثيوبي، حيث ظهر وعيه السياسي مبكرا، وذلك بعد تأسيس أول تجمع سياسي إريتري وهو جمعية حب الوطن. وهذا يدل على أن الشيخ إبراهيم سلطان كان على درجة كبيرة من الوعي والإدراك، بالإضافة إلى تقديره للعمل الوطني الجاد والوصول لاستقلال إريتريا، حتى أنه كان يردد كثيرا: فلتعش إريتريا الديمقراطية الحرة إلى الأبد. ويمكن أن نقول بأن ثمرة الشيخ إبراهيم سلطان كانت مؤتمر كرن الذي كان في عام 1946، والثاني كان في عام 1947، حيث استمرت تداولاته 3 أيام كاملة. انتهى بتأسيس الرابطة الإسلامية الإريترية، وكان يمثل كل أطياف الشعب الإريتري المناضل، حيث كان الصوت الداوي في الأمم المتحدة، وهو يمثل شخصية أساسية في توسيع العلاقات والاتصالات الدبلوماسية للقضية الإريترية. ولا ننسى أقواله الخالدة التي كتبت بالذهب في صدر التاريخ الإريتري، حيث قال أن قضية الشعب الإريتري قضية عادلة، وهي قضية استقلال شعب لا يريد العودة للاستعمار. وأيضا من أقواله عند إعلان الاتحاد الفيدرالي والذي كان بين إريتريا وإثيوبيا، قال قولة مشهورة: لقد تم ربط الرجل البصير بالرجل الأعمى. لكن وفي يوم 1 سبتمبر من عام 1987، وهو اليوم الذي يحتفل فيه الإريتريين بمناسبة الكفاح والمقاومة، كان يوم وفاته في القاهرة، ودفن في كسلا في السودان، رحمه الله رحمة واسعة بثدر ما قدم من تضحيات ومناضلات. وأفضل ما يمكن أن نواسي بها أنفسنا على فقد الشيخ إبراهيم سلطان هذه الأبيات: ففي كل القلوب له مكان، يوجج ما بها الوجد الدفين، فكان لنا منار هدي، وركن في قضيتنا ركين، ويبقى الحق عزما لا يحابى، وإن غضب الغريب أو القرين، وموقفه عرفناه زمانا، يقوم على دعائمه اليقين. التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحات